النهاردة هنعمل المبكبكة بالصدق، هعملها بطريقة سهلة خالص. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبتدي. أول حاجة هنحتاج بصلتين متوسطين الحجم، وهحتاج نص كيلو من الصدق، وهحتاج طبعا قرن فلفل حامي، وهحتاج 400 جرام من المكرونة اللي هي بتكون حلقات دي. هو الشكل ده اللي بنحتاجه في المكرونة المبكبكة. هنجيب بقى حلة على النار وهنحط فيها معلقة سمنة كبيرة، وطبعا المبكبكة الأساسي بتاعها هي زيت الزيتون. لو ما عندكمش زيت زيتون ممكن تستبدلوها بالزيت. بحط حوالي 5 معالق من الزيت. ركزوا بقى كويس جدا في الخطوات عشان خاطر تعملوها تطلع معاكم مظبوطة. هنزل بقى بالصدق كده، طبعا الزيت لازم يكون سخن. هنزل بقى بالصدق عشان خاطر اديله صدمة، ينزل بقى كل المية بتاعته. وهبتدي بقى كده ان انا اقلبه لحد ما ياخد تشويحة. طبعا احنا عارفين ان المبكبكة باللحمة دي الاساس بتاعها، وهي اكلة ليبية، بس كمان اما عملتها بالصدق طلعت تحفة تحفة تحفة. ونزلت بقى كده بالبصلتين، وهبتدي بقى ان انا اشوحهم مع بعض لحد كده ما البصل مجرد ان هو يدبل. ونزلت بفصين توم مفرومين، ونبتدي برضو ان احنا نقلبهم مع بعض كده ياخدوا تشويحة. طريقتها سهلة جدا وصدقوني مش بتاخد وقت وطعمها فظيع. وحطيت رشة كركم. انا كنت قبل كده كمان عملت المبكبكة باللحمة، هحطلكوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت. وحطيت بقى هنا نص لتر من عصير الطماطم، وهقلبهم كده مع بعض. وحطيت معلقتين صلصة كبار، وبعدين بقى ابتدي احط التوابل بتاعتي، رشة ملح ورشة فلفل اسمر ورشة بابريكا وحطيت نص معلقة سكر كده صغيرة عشان خاطر تعادل حموضة الطماطم. وحطيت بقى رشة شطة، طبعا دي اختيارية، بس اساسا يعني المبكبكة معروف ان هي المفروض تبقى سبايسي، بس طبعا لو انتوا مش بتحبوا الحاجة السبايسي ممكن تستغنوا عن رشة الشطة. وطبعا قرن الفلفل الحامي، لو مش بتحبوا برضو الحاجة سبايسي ممكن تحطوا بداله قرن فلفل بارد. بس هي المبكبكة اساسها ان هي تبقى سبايسي، وانا الصراحة بحب الحاجة سبايسي جدا. انا كمان كده كده هكتب لكم المقادير كلها تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وهقوم بقى مغطيه الحله وهسيب الطماطم بتاعتي تتسبك. بعد بقى ما الطماطم بتاعتي كده اتسبكت ولقيتها بقى بتعمل الصوت اللي هو بتاع المبكبكه ده، هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي. نزلت بكيس المكرونه من غير ما سلقته او اي حاجه، زي ما هو كده. وطبعا هكون بقى هكون غاليه ميه سخنه، وهبتدي كده ان انا اديها تقليبه. بصوا هي حرفيا يعني احلى حاجه فيها ان هي يعني بتتعمل في حله واحده، كمان ما اخدتش مني وقت خالص. هي نص ساعه بالكتير، وكانت يعني كلها على بعضها خلصت بسرعه قوي. وبقى هبتدي ان انا انزل بالميه السخنه بتاعتي. هنزل بقى بالميه لحد ما تغطي المكرونه بتاعتي كلها، واديها بقى كده تقليبه. وهي بتاخد حوالي تقريبا زي ربع ساعه بالظبط، وبتكون مستويه. اهم حاجه اهم حاجه ان انا اراقبها، يعني اهم حاجه عندي ان الميه ما تنشفش، ان المكرونه المبكبكه لازم تبقى جوسي كده، ولازم تبقى غرقانه في الصلصه.
ما ينفعش ان هي تبقى الصلصة بتاعتها نشفت او تبقى شبه المكرونة العادية، لا ما ينفعش، هي لازم تبقى غرقانة في الصلصة. طبعا كل الناس اللي بتحب الصلصة هتتبسط جدا بالمكرونة المبكبكة دي جدا. انا بالنسبة لي الصراحة هي من الحاجات المفضلة عندي. وغطيت بقى عليها الحلة وسبتها كده ان هي تستوي. بصوا شكلها عامل ازاي. هو ده الشكل بقى اللي انا عايزه اوصله، انها تفضل كده تبقبق وفي نفس الوقت تبقى غرقانه في الصوص. فضلت كده من كل حين الى اخر ابص عليها واشوفها استوت ولا لا، وفي نفس الوقت اتاكد ان فيها ميه ولا لا، لازم يبقى فيها صلصه كتير. لو لقيت مثلا ان مستوى المية عندي قل شوية او هبتدي احس ان المكرونة او الصلصة بتاعتي هتنشف، عادي مفيش مشكلة، ممكن تزودوها مية بس تبقى مية سخنة برضو. بصوا بقى شكلها فظيع ازاي، بجد هي تجنن تجنن بالصدق، فظيعة فظيعة فظيعة، تحفة وسهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. وكمان احلى حاجة فيها ان هي بتتعمل في حلة واحدة. وكمان من الحاجات كمان اللي هتسهل علينا وقفة المطبخ في الصيف، لان طبعا احنا منحبش نقف في المطبخ كتير في الصيف. بجد كانت فظيعة، عايزاكم بقى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتس. وبتتاكل طبعا وهي سخنة، بتبقى رهيبة 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 وغرقانة كده في الصوص. وبالهنا والشفا، باي باي.